وسمحوا لي الكلام هذا غادي نقوله كلام شوي خطير وننزه عليه المزيد، ولكن نقوله. اليوم ولات عندنا العقيد لطفي منطقة للسياحة الجنسية للأسف الشديد. نعرف بعض العائلات بدأت ترحل يبيع برخص القيمة باش يخرج من العقيد، لأن أصبحت كثير من المنازل، كثير من البيوتات عبارة عن بيوت دعارة مفتوحة، وأغلبهم دخلاء على وهران. تجي تحسبهم ولا كانوا يديروا ان كوميسيون لجنه للتحري كلش، راح تتفاجئوا. الكلام هذا اقوله على مسؤوليتي، والله العظيم 99% ما يسعى فيهم وهراني. لا ما عندش من يحشم، ما يحشمنا من زيد لا من عمرو، براني جاي منا، ما لا باه لا عمه لا نسابه، حتى اللي مساكين في وهران وين كان ربما براني بصح كابر هنا، يحشم من فلان ويحشم من فلان والناس تعرفه، بصح هذا ما على بالاش. يجي يصيب 3 شهور 2 شهور يجي يفسد ويروح المناكر، وتلقى البنات كي مولينا كي اوروبا مسبتين دايرين لاشين مزوقين رواحهم هكاك في معرض الازياء وين يقوصوا معاهم. شحال هذه جمع تبرعات لصالح مسجد محمد بوغياف الكائن بتليلات نوض الشباب ان شاء الله بجزيره. فقلت هذه الظاهره اليوم التي اصبحت يراد لنا، اسمعوا مليح، باغينا باش نوالفوها، وهذه تسمى نظرية الاستخفاف. وش معنى نظرية الاستخفاف؟ فاستخف قومه فأطاعوه. الناس توالف المنكر، توالف هذه الظاهرة تاع البنات مستفين والشباب ينقصوا معاهم. شحال شحال شحال، لا كان ساعة شحال، ولا كان ساعتين شحال، ولا كان نبات معك شحال. بنات من هذو أنا أجزم والله العظيم ما تسعى فيهم واحدة بالتبلات، لأن لقيناها فرصة يجي يخدموا على أرواحهم، جايين يخدموا على أرواحهم. وهران راها 58 ولاية تصب فيها، عاصمة الغرب، ولاية هادئة نظيفة جميلة لها شواطئ بكر. أنا ما شفتش، ولكن حكى لي واحد الأستاذ بلا ما نسمي هذه الشواطئ تاعنا من وهران حتى الرجقون، والله إلا وراني في البورطابل أمور رهيبة. بني عريان، هذا اللي ما يحشمش على زوجته، ما يحشمش على مرته، هذا ديوث يا جماعه. اللي راه يدي بناته وولاده للبحر ويقعد يتفرج والناس معريه رواحه، هذا ديوث ما يحشمش. راه كاين شواطئ الحمد لله نظيفه، ندي عائلتي ندي ولادي نمشي في اوقات اللي ما يزوش فيهم كاع الناس، نتنكب على جهه. والو هو تبدا من لا مودرنيتي هذه، من التقدم ومن الانفتاح، كيمشي قدام الناس كنت بحر ويتصور هو ولادها قله لحيه وينزلها في الستوري، بنتها متبرجه ومرتها متبرجه وعاجبها الحال ومعرض صدرها ويضحك. هذا تاع راجل هذا الشماته ما يحشمش. وهذا على نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعه حتى يصير القيم الواحد ب50 امراه. من علامات الساعه القيم الواحد ب50 امراه. شراح الحديث راحوا كاع فتشوا عليهم، كي يتكلموا يقول لك يا ودي كثره الحروب ويموتوا الرجال، كما وقع في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه. المانيا دارت النساء دارت مسيرات في الشوارع معمره باش يطالبوا تعدد الزوجات في المانيا، واعطاوهم هذا الحق في المانيا باش تبغي تعدد عدد، بس شافوا مطاهم مفتوحه تعدد 4 5 6 7 8 10 مادام قابله لك الله يسهل عليك، لان ما لقاوش الرجال. اصبحت عدد النسوه اكثر من الرجال بعد الحرب العالميه في المانيا، معناه ولات ضروره اجتماعيه ولكن حلوها مفتوحه. ولكن الان الاحصائيات نتكلم لكم من الناحيه الرسميه، باش نقول الناحيه الرسميه تاريخيا، يعني من اللي بدات الاستاتيستيك هذه الاحصائيات، نسبه الولادات يا جماعه متقاربه دائما، الذكور والاناث. ما يقول لكمش يا ودي راهم يكثروا الاناث في الولاده ويقولوا الذكور، ما كانش منها هذه. الاحصائيات الرسميه الذكور والاناث دائما كي فرسيرهان 49 51 في الولاده. كي تجي الطوارئ هذيك حاجه اخرى، تجي حروب تجي فيضانات مش عارف، هذه الامور الطارئه اللي ربما توقع خلل في التركيبه البشريه. ولكن من حيث الولاده هي ربي ما يظلمش. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال القيم الواحد ب50 امراه، ما قالش الرجل الواحد
ب50 امرأة. قال القيم ما أكثر الذكور وأقل الرجال، ما أكثر النساء وأقل الإناث. النساء بزاف ولكن أعطيني أنثى، الذكور ياسر أعطيني راجل. لهذا سيدنا رسول الله قال القيم الواحد. وش معنى القيم؟ القيم هو الذي يقوم بشؤون بيته أو بشؤون عمله. نقول القيم تاع الجامع، القيم تاع المدرسة. وابن القيم الجوزية على اسمه ابن القيم، بوه كان شد المدرسة الجوزية فسمي ابن القيم. ومنهاج القوامة، الرجال قوامون على النساء. القوامة تاعك باه، خاصة المرأة خدامة، هو خدام وتخلص أكثر منه، هو يخلص 5 ملايين وهي تخلص 15 مليون، وهي تفورني ودير. القوامة وراها القوامة، راه هذا صفة يستشعرها الراجل في أنه هو الذي يسيطر على هذا البيت. كي يسمعوا التقرقيب فوق الدار وفوق الضالة ولا ضرب الباب تجيب جات، ما تنوضش هي تنوض الباب تقول له نوض احمد، نوض شوف شكون، نوض شوف الحياة تقرقيبه نايض. هاك انت هي اللي كتشري ولا كتصرفي وديري، ها نوضي شوف، هيا نوضي. ولكن الله غاسل كاين اللي يخمد ورا مرته ما يحشمش. فلهذا الحديث لما قال القيم الواحد ب50 امرأة معناها ما أكثر الذكور وأقل الرجال. باش تلقى راجل روح دور راجل يقابل لك 50 امرأة. أما الذكور فنشوفوا الآن ظاهرة، عافانا الله وإياكم، ظاهرتان انتشرتا في هذه السنة بشكل رهيب. الآن راهم يفكروا بإعداد مؤتمرات دولية لها حتى يعطى لها التقنين الدولي. وشاهد عندنا الظاهرة وقنوها وكملوا معها اللي هي ظاهرة المثلية. ظاهرة المثلية زواج الذكور بالذكور والإناث بالإناث، أو بالأحرى النساء بالنساء، ما نقولش إناث. لقاو النسبة المئوية تاع الذكور بالذكور أكثر من 80%. هذا راجل هذا، وقنوها لهم. رد بالك تكلم له ولا تهضر الله ولا تقول أنت مثلي ولا رد بالك ولا مقننة. الظاهرة الثانية وهي ظاهرة الكلاب البشرية. ودخلوا بعد نشوف ظاهرة الكلاب البشرية، بدأوا يعدوا لهم الألبسة ويعدوا لهم أقنعة وكيف يدير يتنفس وغير ذلك، ويجروا فيهم ويديروا فيهم. الآن هم واصلين 15,000 كلب بشري يتمشوا في الشوارع داير سنسة ويقود فيه ويمشوا. كي سألوهم وداروا مدينة مرض نفسي هذا، قال لهم بغينا نجيو، قال لهم يا ليتني ولدت كلبا باش هذا تاع الامور البشريه كاع يرقدوا يديروا لهم ليكاج ويبدوا في ذيك ليكاج وكلش. يعني انحراف البشريه الان، انحراف الفطره بشكل رهيب يا جماعه، ورانا ماشيين. الان الالبساج اللي موداليست هذو اللي يخدموا لي موديل تاع الكسوه، قال لك انا نفكروا الان في اعداد البسه ستاندار يلبسوهم الذكور والاناث الزوج ميكس، ما تفرق لا بين ذكر ولا بين انثى. روح يا ذيك الروز وروح ذيك البلو، روح ما نعرف